لو اكلنا فيه حاجات مش كويسه يقول لك حمض المعده، اي حاجه بكتيريا او فيروسات او اي حاجه بتقتلها حموضه المعده. تخيل بقى ان انت عندك ميكروب رخم حلزوني الشكل بيعرف يعيش ويتعايش وسط الحمض المعوي. البكتيريا ديت اسمها جرثومة المعدة، اتش بايلوري. ايه هي جرثومة المعدة ديت؟ بتعمل ايه في جهازنا الهضمي؟ بتعمل ايه في معدتنا؟ هل هي خطيرة؟ طيب علاجها ايه؟ طيب لو سيبناها من غير علاج ممكن تعمل لنا ايه؟ امتى ندي علاج؟ امتى ما ينفعش ندي علاج؟ هل جرثومة المعدة بتسبب سرطان فعلا؟ دوت اللي هنقوله في الفيديو ده. جرثومة المعدة بكتيريا صغيرة جدا حلزونية الشكل بتعرف تعيش في بطانة المعدة لسنين طويلة من غير أعراض، يعني ممكن تبقى موجودة عندك وما تحسش بأعراض. هي السبب الرئيسي في كل قرح المعدة، لكن مش بالشرط تعمل قرحة معدة. هي السبب الرئيسي في بعض أورام المعدة لو ما اتعالجتش. المعلومات اللي هقولها في الفيديو دوت أو الأدوية اللي هذكرها هنا ديت لا تغني عن استشارة الطبيب وما تعتبرش وصفات طبية كاملة. طب يا دكتور جرثومة المعدة ديت شائعة؟ أيوة شائعة بنسبة كبيرة جدا على مستوى العالم كله. حوالي 80% من الناس عندهم جرثومة معدة. بتزيد أكتر في الأماكن اللي مستوى الاهتمام بالنظافة الشخصية متدنية. بتصيب الأطفال يا دكتور؟ أيوة البكتيريا ديت بتصيب الأطفال أيضا وبنسب كبيرة أكتر كمان من الكبار. طب أنا يا دكتور ممكن أكون مصاب بالجرثومة وأنا مش حاسس؟ أيوة ممكن تكون عندك جرثومة بقالها سنين كمان ومش عاملة لك أي أعراض. طرق العدوى أو إزاي بتنتقل جرثومة المعدة أو إزاي بتنتقل من شخص لشخص أو إزاي بتنتقل من الشخص لنفسه. عندنا 3 طرق رئيسية بتنتقل بقى العدوى: من الفم للفم، بالبوس بقى، بالتقبيل، بتبادل اللعاب، باستعمال الشوك والمعالق مكان بعض، بتبادل الاكواب والاواني، يعني نشرب من كوبايه واحده. تبوس ابنها في بقه، ايوه تسبب له جرثومه معده، او لو هو عنده ينقل لها. ودوت لان الميكروب موجود بنسبه كبيره في لعاب الطفل المصاب او الشخص المصاب. من البراز للفم، لو ما بتغسلش ايديك كويس بعد عمل الحمام، فلو البراز ملوث فاتفقنا ان البكتيريا موجوده في البراز. ايدك تلامسها، لو جيت ايدك ديت دخلت في بقك او وكلت حد دوت تنقل له الميكروب برضه. لو غيرت مثلا لابنها الحفاضه وابنها عنده جرثومه معده وبرضه ما غسلتش ايديها كويس بعد ما غيرت له الحمام، دوت احد طرق انتقال العدوى للامهات عن طريق القيء او الترجيع. يعني لو لامست ترجيع طفل، لو لمست ترجيع عيان، ملامسه القيء او الترجيع بتاع طفل او بتاع شخص كبير عادي، ولو ما غسلتش ايدك كويس بعدها، ما عقمتش ايدك جيدا لمده 20 ثانيه بالميه والصابون، دوت قد تكون ايديك ما زال عليها جرثومه معده. يبقى خلينا متفقين ان الميكروب موجود في كل سوائل الجسم التي تفرز عن طريق الجهاز الهضمي، سواء اللعاب سواء الترجيع سواء البراز. يبقى اهم وسيله حمايه هي غسل الايدي جيدا بالميه والصابون لمده 20 ثانيه متواصله بعد الحمام وقبل الاكل مباشره. ايه هي اعراض جرثومه المعده؟ خلينا متفقين ان انت ممكن تقعد سنين من غير اعراض، لكن لو حصل اعراض بتكون الم او حرقان في فم المعده ديت او في اعلى البطن، يعني خصوصا بعد الاكل. غثيان، غممان نفس، احساس انك عايز ترجع خصوصا بعد الاكل. انتفاخات وتقلصات مستمره، انتفاخات وغازات مستمره. فقدان الوزن او الشهيه للاكل بدون اي سبب مبرر، مالكش نفس للاكل، او لو كلت ما انتش قادر تكمل بسبب الوجع اللي في المعده عندك. رائحة فم كريهة، يقول لك ريحة بقي وحشة دايما. طب يا دكتور طول مدة الالتهابات ديت أو وجود الالتهابات ديت ممكن
يوصلنا لقرحة معدة أو يوصلنا لأنيميا فقر دم يعني. أيوه، استمرار الجرثومة بدون علاج خاصة لو عملت لنا التهاب في المعدة، أيوه ممكن يوصلنا على المدى البعيد لقرحة معدة، أو يخلينا نفقد كل يوم أو كل فترة ولو نقطة دم. لما تفقد من معدتك كل فترة نقطة دم على المدى البعيد جدا تلاقي عندك أنيميا. كمان الأنيميا بتعارض امتصاص الحديد فتعمل لنا أنيميا نقص حديد. وكمان الأنيميا بتعارض امتصاص فيتامين بي 12، ودوت بتعمل لنا نوع معين من الأنيميا كده، ميجالوبلاستيك أنيميا، نوع من الأنيميا بسبب نقص فيتامين بي 12. إذا الجرثومة ممكن تعمل أنيميا بثلاث طرق. أول طريقة عن طريق فقد الدم من القرح، تاني طريقة بمنع امتصاص الحديد، تالت طريقة منع امتصاص فيتامين بي 12. طيب ايه التحاليل اللي نعملها علشان نعرف ان احنا عندنا جرثومة معدة؟ في اختبار اسمه اختبار النفس باليوريا، يوريا بريس تيست، وده ادق تحليل وتشخيص لان انت عندك جرثومة معدة. ليه؟ في احتياطات شديدة قبل ما نعمله، ان احنا لازم نوقف اي مضاد حموضه لمده على الاقل اسبوعين، ونوقف اي مضاد حيوي لمده على الاقل شهر كامل قبل ما نعمله. علشان كده ما بيتعملش كتير لان صعب جدا اخذ الاحتياطات اللي احنا قلنا عليها دي. تحليل مستضد الجرثومه في البراز، اتش بايلوري انتيجين في الستول، وده برضو من ادق التشخيصات، وهو ده بنسبه كبيره اللي احنا شغالين بيه، وبينفع في التشخيص وبينفع في متابعه العلاج. تالت حاجه عمل منظار معده، ولما بتشك ان الالتهابات ديت او لما تلاقي التهابات شديده بتاخد عينه من المعده بتتحلل فبيطلع فيها الجرثومه. دي تالت ادق تشخيص لجرثومه المعده. بقى تحليل الاجسام المضاده في الدم، اتش بايلوري انتي بودي في البلاد في الدم، ودوت حلو في التشخيص الاولي لكن لا يعتمد عليه في العلاج ولا في نتائج العلاج، عشان كده مش بنعمله كتير او مش مفضل. ما تبداش علاج جرثومه معده الا لما تتاكد بنسبه 1,000,000% ان انت عندك جرثومه معده، وما توقفش وما تعتبرش نفسك خفيت من جرثومه المعده الا بعد ما تعمل التحليل التاكيدي بعد ما تبطل علاجك بشهر ويقول لك ان انت بقيت نيجاتيف، بقيت كويس جدا.